الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل، فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك. بأخلاقك، ولتكن غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. كن سببا في جعل شخص آخر يؤمن بوجود الخير في الناس. كن الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون لا زالت الدنيا بخير. لا تسمح لشيء أن يحطم عزيمتك. تابر إلى النهاية، ستحقق حلمك. حينها كل ما مررت به من نكسات وأحزان وأوقات عصيبة ستصبح مجرد ذكريات حزينة من الماضي. كن أكثر حذر عند اختيار الأصدقاء، ولا تعتز بإخوان الرخاء، فهم كالنباتات الدابلة تميل تبعا للرياح. هناك أناس لا تجدهم إلا في مواطن الخير وجبر الخواطر وصنائع المعروف. ترى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. أولئك الذين يؤمنون بأن الحياة رحلة، ولا يبقى منها إلا كرم الأخلاق وحسن التعامل والأثر الطيب. وهنالك أناس قلوبهم سوداء، يستطيعون التقلب وترك كل شيء. المحبة بالنسبة لهم كذبة، والعشرة تنمحي. أنواع البشر عديدة، فقد يعجبك الجمال الظاهر، لكن الوسامة الحقيقية تكمن في الوجوه المطمئنة. يأسرك الذكي، لكنك لا تشعر بالراحة إلا مع الحنون. ترضيك روح الفكاهة، لكنك لا تسكن إلا لمن يحسن ضماد جرحك وينير عتمتك. كل ما يمس الروح هو الأكثر أصالة في النفس هو الأبقى والأثمن، واعلم أنهم قلة. نحن لا نحتاج مزيدا من المعارف ولا مزيدا من الكلام. كل ما نحتاجه قليل من القلوب الصادقة فقط. يبدع الإنسان في انتقاد الآخرين، ولكنه أعمى عن سلبياته. أصعب شيء بالحياة أنك تجد نفسك مجبرا على تجاهل أشخاص كانوا في السابق أجمل اهتماماتك. هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة. كلما خالطت الناس ازددت يقينا أن الأخلاق مثل الأرزاق تماما. البعض إذا وجد من يسعده اليوم نسي من أسعده بالأمس. ما يضيع العلاقات الجميلة بين البشر هو الفهم الخاطئ وامتزاجه بالكبرياء. اللهم أفتح بيني وبين رزقي ونصيبي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط. احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.